لو انت مش فاهم حاجه خالص، يعني اولى وثانيه ثانوي دول عدوا عليك، ولو ان انا متوقع ان احنا السنه دي مش هتكون زي الدفعه اللي فاتت. اسكت، انت تعرف ان الفيروس ده كائن حي؟ قال له لا مستر ارسلني سؤال عليه برضه. قلنا يعني ايه؟ برافو، انا عايزك تقول معايا نمبر اوف كروموزومز. طب نعمه وما فهمناهاش الصراحه يعني، وكاردياك وما فهمناهاش برضه، وسكيليتال ما فهمناهاش برضه. طيب يا مساء الخيرات يا حضرات، اخباركم ايه طلاب ثالثه ثانوي الاعزاء؟ ان شاء الله الكام فيديو اللي هنزلهم دول عباره عن تلخيص سنه اولى وثانيه ثانوي اللي هيسحبوك بمعلومات كتيره جدا على ثالثه ثانوي، هيقدر ان هو يخدم على ثالثه ثانوي. وانا حبيت ان انا استخدم شعارين. تعال اقول لك ازاي تذاكر بايو، تمام؟ ودوت هبتدي ان انا اسرد الموضوع دوت واحنا ماشيين واحده واحده مع بعضينا. هكلمك في حاجات كتيره جدا ليها علاقه بمذاكره البيولوجي، لان مذاكره البيولوجي في ثالثه ثانوي احنا بنعتبرها حاجه كريتيكال بالنسبه لنا قوي، لان دي ماده تخصص. خلاص انت اخترت بمزاجك ان انت تخش علم علوم. طب ده انا هعرف منك يا مستر ازاي هذاكر بيولوجي، يعني هل مذاكره البيولوجي دي ليها حاجه معينه؟ طبعا ليها حاجه معينه، بحيث ان انا ارتب لك مخك من اول يوم كده اهو على ازاي تكون انت شخص سمارت بطريقه تفكير معينه، وده هيخدم اكتر على طريقه حل الامتحانات. طيب الشعار التاني اللي انا اخترته، لو انت مش فاهم حاجه خالص، يعني اولى وثانيه ثانوي دول عدوا عليك، ولو ان انا متوقع ان احنا السنه دي مش هتكون زي الدفعه اللي فاتت. السنه دي هي دفعه قويه، انا عارف الكلام دوت في خلال تعاملي مع بتوع تاني ثانوي اللي هم طالعين لي ثالثه ثانوي 24. فمش هعاني زي السنه اللي فاتت في الموضوع دوت. انا واثق لان هي كانت دفعه شاطره، وان شاء الله السنه دي في ثالثه ثانوي نلاقي تحدي كبير جدا منكم على المستوى بتاعت الاسئله اللي انا عاملها. ومش عايز احرق كل حاجه في اول مره واول ظهور ليا على المنصات وعلى الاونلاين والكلام ده. وانا بطمنك، اقعد بس اسمعني، هات قلم وورقه بحيث ان انت لو محتاج اي حاجه على طول تكتبها ورا مني، لان المعلومات كتيره شويه وهنكتب مع بعض كتير حاجات. الحاجات دي كلها هتفيدك، ونسمي بسم الله ونخش في التوبكس اللي احنا هندرسها. انا قسمت التوبكس المهمه اللي احنا محتاجينها، كل توبك هتلاقيني لغيت فيه شويه حلوين. انا مقسمهم توبك بحيث ان انت تكون فاهم انا هتكلم في ايه وعايز ايه. يلا مع بعضينا كده نبتدي نفهم. زي ما قلت لك كده التوبكس اللي احنا عندنا هنبتدي ان احنا نتطرق ليها واحده واحده، ونبتدي نفهم ايه هما الحاجات اللي احنا محتاجينها من اولى وثانيه. طيب انا عايز اعرف في الاول يعني ايه كلمه بروكاريوت ويعني ايه ايوكاريوت. مبدئيا كده كلمه كاريوتس لوحدها يعني نيوكليوس، كلمه كاريوتس يعني نواه، برو يعني كاذبه كدابه كاذبه، ايو يعني حقيقي، ايو يعني ايه؟ حقيقيه النواه. اوكي، فاحنا بالنسبه لنا كلمه بروكاريوتس يعني ما عندهاش نيوكليوس، كلمة ايوكاريوتس يعني عندها نيوكليوس. واضح جدا من الاسماء دي يبتدي الطالب اللماح يقول لي تصدق انا فهمت من غير ما اصلا تبتدي ان انت تتكلم. يكونش قصدك على كلمة بروكاريوتس دي اللي احنا خدناها في سنة اولى ثانوي؟ ده انا فاكر ساعتها لما انت كنت بتشرح لي، انا فاكر ان انت قلت لي ربنا خلق نوعين من الخلايا، حاجة اسمها بروكاريوت وحاجة اسمها ايوكاريوت. اي اورجانيزم ربنا خلقه، اي كائن على الكوكب ده كله بره الكوكب ده كله، مش هتلاقيه غير حاجة من اتنين، يا اما بروكاريوت يا اما ايوكاريوت. طيب احنا عرفنا ان كلمة بروكاريوت معناها ما فيهاش نيوكليوس، يبقى معنى كده ان انت فيها دي ان ايه
يا عم ملهاش دعوه، ملهاش دعوه. انا ما اتكلمناش على الدي ان ايه، احنا ما قلنا ان هي ما عندهاش نيوكليوس لكن عندها دي ان ايه، انا ما عنديش مشكله. معلش طب هو انا افرق ما بين دوت ازاي؟ يعني مثلا دي نقدر نقول عليها بكتيريا فور اكزامبل، لان اغلب البروكاريوتس اللي هم من عيله المونيرا، هندرسها كمان شويه او نفتكرها مع بعض. عيله المونيرا دي كانت برضو في سنه اولى ثانوي من ضمن تقسيم الكائنات ان هم عيله البكتيريا. دول ما كانش عندهم نيوكليوس لكن عندهم دي ان ايه. يبقى خلينا متفقين ان احنا عندنا دي ان ايه، عندنا دي ان ايه. هل في نيوكليوس؟ لا مفيش نيوكليوس. طب افرق ما بينها ازاي وما بين مثلا حاجه زي الفيروس؟ حلو، ادي الفيروس اهو بالمنظر ده كده اهو بيبقى فيها دي ان ايه. لا يا حدق، ده في فرق كبير جدا ما بين ان انا اقول لك ده سيل بكتيريا، سيل دي يعني جواها حاجات كتيرة قوي، جواها ميتوكوندريا مثلا على سبيل المثال، جواها ميتوكوندريا، جواها حاجه اسمها جولجي بادي، جواها حاجه اسمها اندوبلازميك ريتيكولم، جواها حاجه اسمها رايبوزوم، جواها حاجه اسمها اورجانيلز يا استاذ، حاجه اسمها اورجانيلز، ودي اللي بتشغل لك الخليه تخليها لك عايشه. لو انت مش فاهم الحته دي انا بقول لك اهو. يبقى ايه هي الاورجانيلز حبيب قلبي؟ الاورجانيلز دي حاجات اعتبرها كده زي اكن عندك مصنع وجواه مواتير. المواتير هي اللي بتشغل لك الالات، والالات هي اللي بتبتدي تشغل عشان يدي انتاجيه. اهو نفس الفكره بالظبط. انا عندي مصنع، ادي المصنع اللي هي البكتيريا، جوه منها حاجات اسمها اورجانيلز مع الدي ان ايه. الدي ان ايه بس جاست مايسترو، يقول له يلا انت تعمل كذا اوكي، انت تعمل كذا اوكي ما عنديش مشكله، انت توقف عمل كذا حاضر تحت امرك. هو الكنترولر بتاع الخليه. يبقى تاني كده يعني ايه كلمه بروكاريوت؟ بروكاريوت دي خليه، خليه عندها نيوكليوس؟ لا ما عندهاش نيوكليوس. طب عندها دي ان ايه؟ عندها دي ان ايه. اما الفيروس بقى ما عندوش اورجانيلز، ما عندوش اورجانيلز. الاورجانيلز دي بالنسبه له مش موجوده تماما تماما. بمعنى كلمه هو الفيروس عباره عن ايه؟ بس عشان ما حدش يضحك عليك، اصل خلي بالك الموضوع ده انا كنت بنبح صوتي فيه مع العيال بتوع اولى ثانوي، اقول له خلي بالك حبيبي عقبال ما تطلع لي ثالثه ثانوي الله يبارك لك. الفيروس ده عباره عن ايه يا بابا؟ عباره عن بروتين، حته بروتين كده اهو، اللي هو الكوت اللي من بره ده بنسميه الغشاء او الايه الكفر بتاعه، ومرمي من جوه نيوكليك اسيد اللي هو اذا كان دي ان ايه او ار ان ايه، لان في عيله دي ان ايه فيروسز وفي ار ان ايه فيروسز. يبقى تاني كده، هل الفيروس ده اصلا اورجانيزم؟ لا يا عم الحاج. هل هو اصلا كائن حي؟ لا يا سيدي، هو اصلا مش كائن حي. اديني عمال اقول اهو والله العظيم مش كائن حي. اتس ا بارتيكل. علمونا كده في سنه اولى الكلام دوت، وجم ايه رغوا في ودننا قال لك ايه؟ اسكت، انت تعرف ان الفيروس ده كائن حي؟ قال له لا مستر ارسانيس قال عليه بارتيكل، ده اصلا جزيء عباره عن بروتين وجواه فيرال ار ان ايه وفيرال ايه دي ان ايه. طب هل جواه اورجانيلز؟ هل جواه حاجه بتشغله؟ لا، هو لما بيخش الخليه يسخرها. عشان كده احنا بنقول فيروس خطر. ليه؟ الفيروس ده عامل ايه؟ زي الايه، هو فيروس يعني غلس، دخوله بخرابه، هي على طول معروفه. تمام؟ يعني ايه زي مستر ارسنال كده، انت فاهم؟ دخوله في حاجه معينه، انا لما بحط دماغي في حاجه معينه بعملها. يعني ايه ايه تحذير، انت فاهم؟ يعني ايه خلي بالك انا لما ايه ببقى عايز ان انا ايه اعرف ان انا فاهمك، ابقى ايه بفهمك، ولما بكون عايز اغلس عليك بعرف اغلس عليك. لسه هتعرفوني كتير، هتعرفوني. يعني خلي بالك ايه، الفيروس ده حاجه مش سهله خالص، لان هي فعلا لما بتخش جوه الخليه بتدمرها تدمير شامل. طب نرجع تاني لمرجعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه. ايه الفرق ما بين البروكاريوت وايه الفرق ما بين الايوكاريوت؟ لان احنا شرخنا قوي ناحيه الفيروس. خلاص احنا عرفنا عن الفيروس ان انت كائن مش حي، شكرا مع التحيه، اركنني انت على جنب. طيب بما ان البروكاريوتس هم عندهم دي ان ايه بس ما عندهمش نيوكليوس، وانت قلت لي ان كلمه كاريوتس يعني نيوكليوس، فحقيقي النواه دي يعني خليه عادي خالص بس جواها ايه؟ جواها نيوكليوس صريحه، تعمل صح كده وانت يعني بص جريء. ليه بقى فيها نيوكليوس؟ لان دي الخلايا اللي بتبقى more complicated عن عيلة البروكاريوتس. ابتديت افهم شوية. الاول مستر انت قلت لي ان احنا عندنا في عيلة اسمها بروكاريوتس وفي عيلة اسمها ايوكاريوتس، ودول الاتنين اللي ربنا خلقهم في اي كائن. فهمت الحتة دي، وفهمت ان البروكاريوتس هي عبارة عن الخلية اللي النيوكليوس فيها مش موجودة،
وسميتوها الكاذبه لان هي عندها دي ان ايه بس ضحكت علينا. اوكي، اما الايوكاريوتس هي النيوكليوس موجوده وحقيقيه. وفهمت منك كمان شويه ان انت قلت بما ان النيوكليوس موجوده الكائن بيبقى مور كومبليكيتد. واقول لك ان علماء التطور علمونا في الحته دي يبتدي يقول لك ايه، يقول لك بص حبيبي وجود الكنترولر بتاع الخلايا اللي هو الدي ان ايه جوه غشاء اللي احنا بنسميه النيوكلير انفلوب او النيوكليوس ده بيعلي من قيمته جدا يا راجل. يعني وجود النيوكليوس ده يعلي من كفاءة الكائن. قال لك طبعا. ونقدر احنا نكتب هنا اول كلمة عندنا في المقارنة ما بين الاثنين النيوكليوس. يبقى احنا لو عملناهم كده في صورة كومبير يبقى اول حاجة عندنا موجودة في الايوكاريوتس بس مش موجودة في البروكاريوتس، وهو ده الفرق الجوهري الوحيد. يعني انت قصدك يا دكتورة ان احنا هنا في الايوكاريوتس مثلا يعني ممكن نقول عليها سيل؟ ما هي اكيد يا حبيبي سيل، وعندها الميتوكوندريا وعندها الاورجانيلز الكتيره اللي انت كنت لسه عمال تسمع لنا من قيمه شويه فيهم دول، وقلت ان احنا ندرسهم كمان شويه. فيهم اورجانيلز. طب ما كده ايه الفرق يا دي النيله يا عم؟ الفرق ما بين البروكاريوت والايوكاريوت ان دي اللي هي البروكاريوت ما فيهاش نيوكليوس، اما الثانيه فيها نيوكليوس. طب وهو يعني ما كده الاثنين واحد؟ لا يا سيدي مش واحد، صدقني الاثنين مش واحد، لان انا لسه قايل لك حالا ان الدي ان ايه دوت لو انت حافظت عليه زي في حاله الايوكاريوت الكائن بيبقى معقد جدا وعنده ميكانيزمات عاليه جدا 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 جدا. طب هل في اختلاف تاني ما بين الاثنين؟ الصراحه انا من قيمه شويه قلت لك ان انت عندك هنا اكزامبل من التاكسونومي او من كل الكائنات اللي احنا ندرسهم كمان شويه ان البروكاريوتس هم المونيرا. لكن انا عايز اقول لك بقى خد عندك ان الايوكاريوتس دول من انهي عائلات. انت عندك الفنجاي وعيله اسمها البروتيستا. هي كانت ايه؟ بروتيستا والفنجاي والانيماليا ماليا والبلانتي. يبقى انت عندك الاربع عائلات دول اللي هو في الاغلب يعني احنا بنتكلم في الاغلب كده بنسبه مثلا لو اديناهم نسبه، يعني لو اديناهم نسبه مثلا 98% من الكائنات ايوكاريوتس كائنات متطوره باختلاف الدي ان ايه اللي جوه، عشان بس يعني مخك ما يشردش منه الله يخليك. يعني اختلاف محتوى الدي ان ايه، ما هو مش كل الكائنات كلاب، مش كل الكائنات قطط، مش كل الكائنات بكتيريا، مش كل الكائنات نبات، يعني على حسب محتوى الدي ان ايه. خليك ذكي شويه. فخلينا بس مقتنعين ان الفرق ما بين البروكاريوتس والايوكاريوتس اطلع بالايه بالمعلومه اللي هنا دي. حلو ان انا عايز اقول لك ان البروكاريوتس هي الكائنات اللي ما عندهاش نيوكليوس، ودي اقل في الكومبلكسيتي، ودي تاني نقطه في الكومباريزون بتاعتنا الكومبلكسيتي التعقيد. ان البروكاريوتس قليله جدا في الكومبلكسيتي مقارنه بالايوكاريوتس اللي هي اكتر في الكومبلكسيتي. نقدر نقول ان احنا عندنا 98% من الكائنات الحيه من ضمن الايوكاريوتس، لكن يعني اقل من، خلينا نقول ان هي اقل من 2% عيله البروكاريوتس. وده اللي بيدي فرصه كبيره جدا ان الايوكاريوتس يكون عندهم ميكانيزمات اعلى بكتير جدا، وتقدر ان هي تكون عايشه بصوره احلى وبصوره اعلى بكتير جدا من البكتيريا، وانتاجيتها كمان بتبقى كويسه وعندها كفاءه اعلى كتير جدا من عيله البروكاريوتس. وعيله البروكاريوتس عندها مشكله، لكن خلي بالك ان هنتكلم في شابتر الدي ان ايه ان هي دلوقتي بقت ذكيه جدا وقدرت تدافع عن نفسها قدام المضادات الحيويه والكلام ده كله. يبقى الخص لك كل الكلام اللي انا قلته ان احنا عندنا في حاجه اسمها بروكاريوت، ربنا خلق حاجه اسمها بروكاريوت دي انواع الخلايا، وفي عيله ثانيه اسمها الايوكاريوت. البروكاريوت ما عندهاش نيوكليس اما الايوكاريوت عندهم نيوكليس، وده اللي بيعمل فرق ما بين الاثنين في الكومبلكسيتي. احنا عندنا الفنجاي والبروتيست والانيماليا والبلانتي دول الاربع كينجدمز. اصل احنا عندنا 5 كينجدمز في الكوكب دوت، 5 ممالك. العيله بتاعه المونيرا او كينجدم مونيرا دي عيله انا كنت بقولها كده ايه لبتوع اولى ثانوي، منيره الحقيره، بما ان هي الكائنات البكتيريه المعفنه وكل البكتيريا، فخليهم كده على جنب. في الاغلب بنسبه كبيره جدا بيبقوا بروكاريوتس. لكن لو رحنا نطينا على الايوكاريوت، خلي بالك في، بصوا يا جماعه، يعني كنت لسه بكلم دكتور من ضمن الدكاترة وافتخر يعني ان انا على تواصل بالدكاترة بتوعي بصورة مستمرة، وقال لي ارسانيوس، يعني هو حمل لي
امانه الصراحه، وكنت عايز ان انا اقولها في اول يوم. مفيش حاجه اسمها ابسوليوت كاركتر. بمعنى ايه الكلام دوت؟ يعني مفيش حاجه اسمها مسلمات. البروكاريوتس احنا قلنا ان هم اغلبهم مونيرا، لكن في كائن او اتنين ممكن يكون ايوكاريوت، مش مشكله. يعني احنا من الاخر عرفنا الفرق ما بين الاتنين، ان في نيوكليس ولا مفيش. فانت جاست ان انت شفت الكائن هتعرف اذا كان بروكاريوت او ايكاريوت. بس يعني لان تركيبه الكائن ذات نفسه على حسب مدى التعقيد بتاعه، على حسب ما عايش من كام سنه، بقاله قد ايه، عمل ايه علشان يقدر يتحدى ظروف العالم، ظروف التغيرات البيئيه، التغيرات الجويه، التغيرات الجيولوجيه. كل دي يعني اصل هو العلم مشبك قوي على بعض، فلكل قاعده شواذ. لو في حاجه يعني عليك في منهج ثالثه ثانوي هتلاقيني انا قلتها، عشان لو صبت لك كل المعلومات اللي عندي هتلاقي الدنيا كلكعت قوي ومش هتستفاد احسن استفاده. طيب من ضمن النقط اللي انا كنت عايز اتكلم عليها including haploid and diploid، انا كاتبها هنا فوق عشان ما انساهاش. بص يا سيدي، ربنا خلق يعني جوه اي خليه، خلي بالك ان الايوكاريوت دي نقدر نقول بقى كده بكل بساطه، يعني اذا كان انيمالي او بلانتي. اوكي، يعني مثلا لو احنا رسمنا كده بلانت سيل، اوكي، وادي السيل وول بتاعتها من بره كده اهو، اوكي، وادي النيوكليوس وادي الدي ان ايه، وهنا طبعا بما ان في نيوكليوس ادي الدي ان ايه. اوكي خلاص الموضوع انتهى كده. كنت عايز اقول ايه؟ كنت عايز اتكلم على الدي ان ايه صورته جوه الخليه عامله ازاي. في حاجه اسمها هابلويد اهي، وفي حاجه اسمها دايبلويد. بص يا سيدي، الهابلويد هي الصراحه كلمه بلويد في بعض الاحيان بيرمزوا ليها للنمبر اوف كروموزومز، نمبر اوف كروموزومز. يبقى تاني كده نكتبها الناحيه التانيه بلويد، لان احنا هنتكلم على الدايبلويد والهابلويد. بلويد احنا قلنا يعني ايه؟ برافو، انا عايزك تقول معايا نمبر اوف كروموزومز. طيب ها جايه من كلمه هاف، ها جايه من كلمه هاف. طيب داي جايه من كلمه ايه؟ داي، يعني داي باللاتيني يعني ايه؟ يعني الدبل. فضعف النص كام؟ حد يحسبها بقى. يعني لو احنا قلنا مثلا ان في كائن عنده 4 كروموزوم، يبقى نصه كام؟ نصه 2. اوكي، فاقعد انت بقى العب اللعبه السخيفه جدا اللي هي بالنسبه لي ولا اي لازمه. فاحنا بنبص على العدد. مثلا لو جينا اتكلمنا على الهيومن اللي هو اسمه الهومو سيبينس اللي هو البشر، بنتكلم ان احنا عندنا 46 كروموزوم. طيب يا ترى ال 46 كروموزوم دول نصهم الناحيه الثانيه يبقوا كام؟ هيبقوا 23. طيب اذا كان بروكاريوت او اذا كان ايوكاريوت، احنا دايما بنتجه على كلمه دايبلويد، دايما بنتجه على كلمه دايبلويد. وكلمه دايبلويد دي بنرمز ليها ل 2n بما ان هي ضعف الناحيه الثانيه، فالهاف هو الان. يعني الناس بقى اللي ليها في الماثماتكس ان ده n، فضعفه هيبقى 2n والكلام ده كله، فهتلاقي نفسك ان هي لعبه عبيطه قوي. فبرضو الان ده هو نفس النمبر اوف كروموزوم، فانت تبتدي تلعب اللعبه اللي انت عايزها. مثلا لو قلنا ان الان بتساوي 23، يبقى الناحيه الثانيه اكيد ال 2n بتساوي كام؟ 46. لو قلنا ان الان بتساوي مثلا 20، هيبقى ال 2n بيساوي 40. لو قلنا ان الان بيساوي 7، يبقى ال 2n بيساوي 14 وهكذا. فاحنا كلمه 2n بنتكلم على عدد الكروموزومز الفعلي اللي موجود جوه الخليه اثناء الريست، مش اثناء الميوزز، لان احنا هنتكلم كمان شويه في الشابتر بتاع الريبرودكشن يعني ايه ميتوزز ويعني ايه ميوزز. ده كنت درستها في ثالثه اعدادي، ممكن تكون بعيد عليك شويه، لكن انا هشرحها لك باستفاضه شديده جدا عشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. وانا ممكن اديك عنها نبذه بكل بساطه. يعني بص حبيبي، انت جسمك كله 2n، اوكي؟ الحاجة الوحيدة اللي موجودة في جسمك او في جسمك اذا كان ولد او اذا كان بنت وهتلاقيه ان او بنقول عليه هابلويد سيل، هو اذا كان ايه؟ سبيرم عند الميل او اوفم عند الفيميل. ده في كل الكائنات. يعني اي جميت، اي حاجة هتمسك مع بعض. بص، ما انا دلوقتي عايز اكون بني ادم، فانا محتاج سبيرم ان واوفم ان. المفروض الكلام ده يكونوا عارفينه يعني. فانت الان زائد الان هتبقى 2n، ما انت الاثنين دول هيمسكوا مع بعض فيبقوا 2n. اوكي، ده يفضل يكبر 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 لحد مرحله معينه من عمره اللي هي بنسميها مرحله البلوغ، او ان انت يبتدي جسمك يعمل عمليه الميوزز اللي انا كنت لسه بقول لك ان انا هشرحها لك كمان شويه
فوانس ان انت وصلت لمرحله الميوزس دي، في الاغلب كده حوالي سن من 11 ل 12 سنه في الاغلب، في الوقت ده كده اهو تلاقي البنت ابتدت يظهر عليها علامات وجع وعلامات الانوثه المبدئيه، لان في هرمونال سايكلز ابتدت تحصل، والولد يبتدي صوته يخشن ويبتدي يجعر في البيت والهبل ده كله. فالعيل يبتدي يشوف نفسه ان في حاجه غلط بتحصل، لكن هو فعليا بيحصل في منطقه التستس او اللي هي الخصيه عند الولد اللي هو الميل اورجان، والاوفر اللي هو المبيض عند البنت اللي هو الفيميل اورجان، ابتدى يحصل عندهم عمليه اسمها الميوزز. والميوزز دي تبتدي ان هي تمسك ال2 ان وتقول له تعالى حبيبي انا هفصلك بالنص، بحيث ان انت هتديني ان وان. اوكي، ولما تديني الان والان دي يبقى انت كده معاك اوفم جاهزه للفيرتلايزيشن علشان نرجع تاني من اول وجديد. بس لازم انذر ميتنج، انذر ميت ان هو يعني شخص تاني ان هو يديني السبرم. انا يعني لو بنت لوحدها مش هتمسك اوفم بتاعتها مع اوفم بتاعتها، وانت مش بتعمل بيض اومليت يا حبيبي. ماشي، الكلام ده هبل يعني. يعني خلينا ما نحرقش كل حاجه في الريبرودكشن ده. بصوره عامه ايه هو البروكاريوت وايه هو الايوكاريوت. نخش في التوبيك اللي بعد منه